كل سنة وحضرتكم طيبين بصوم الميلاد وبعيد شفيعنا وشفيع كنيستنا الشهيد العظيم مرقريوس أبو سفين. عيد استشهاده كان امبارح. أحداث هذا الإنجيل أيها الأحباء تدور في الهيكل وفي يوم أحد الشعانين. إنجيل من لوقا 21 قبليه لوقا 20 دخول المسيح أورشليم ودخول الهيكل وتطهير الهيكل من الباعة، فحدث صدام بينه وبين الكتبة والفريسيين، وراحوا كده اتجمعوا حواليه وقالوا له بأي سلطان تفعل هذا. يبدأ بقى الأصحاح 21 المسيح بيقول لهم: وأنا هسألكم سؤال، معمودية يوحنا كانت من الناس ولا من السماء؟ احتاروا، معرفوش الإجابة. فعشان كده ابتدى يكلمهم عن أحداث المجيء الثاني، أحداث المجيء الثاني. ومن ضمن هذه الأحداث الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها إنجيل النهاردة، الضيقة العظيمة. في الطقس الكنسي إن نهاية السنة الميلادية أو القبطية تعبر عن نهاية العالم، ونهاية العالم تعبر عن مجيء المسيح. عشان كده نتكلم عن علامات المجيء والعلامات اللي قبل المجيء هيكون شكلها ايه. وهنا ايها الاحباء نحترس لانفسنا. لو جاء المسيح وانا بحالتي دي، يا ترى هياخدني معاه ولا هيقول اذهبوا عني يا ملاعين لا اعرفكم؟ هل حالتي اللي انا فيها دي دلوقتي تسمح ان انا اكون مع المسيح؟ والضيقة سميت ضيقة لأن القلب ضاق بها، ما قدرش يستحملها، ما قدرش يعديها، فسميت ضيقة لأن القلب ضاق بها. كم من ضيقات مرت على الكنيسة، كم من آلام جازتها الكنيسة في كل عصورها، كم من آلام. لذلك المسيحية أيها الأحباء هي ديانة الألم، هي ديانة الحب، وهي ديانة الألم. لا يوجد إنسان مسيحي غير متألم على مر العصور. فيش إنسان مسيحي مش متألم. ده أنت مجرد ما تروح لأي مكان ويعرفوا إن اسمك مسيحي، اسمك يقول إن أنت مسيحي، تتسد أمامك كل الأبواب، كل الأبواب تتقفل أمامك. يعني الاضطهاد ما زال موجود، لأنه مش حاجة جديدة على الكنيسة، مش حاجة جديدة. الاضطهاد هو الألم، والألم هو الصليب اللي لازم نشيله ونحتمله. علشان كده يقول بولس الرسول: إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، طوباكم لو تألمتم من أجل البر. فإذا كان الصليب هو الألم، هل توجد مسيحية على مر الزمان بدون صليب؟ مجرد ما يتذكر الصليب يتذكر المسيحية على طول. فالصليب هو المسيحية، والمسيحية هي الصليب. لذلك عاشت الكنيسة في آلام شديدة، عبرت بحر الألمات، عبرت بحر الألمات. ومهما كانت شدة الآلام على الكنيسة، فالكنيسة ما زالت صامدة إلى الآن. مين يقول إن الدولة الرومانية تنتهي والكنيسة تفضل باقية؟ مين يقول؟ استطاعت كما قال العلامة ترتليان آباء القرن الرابع، بيقول أن دماء الشهداء
هي بزار الكنيسة. كان واحد يموت يجيب وراه آلاف، زي ما شفنا ماري جرجس. كم واحد آمن باستشهاد ماري جرجس وألمات ماري جرجس وعذابات ماري جرجس خلال 7 سنين كاملين. 7 سنين. لذلك الألم والمسيحية دي حاجة واحدة، ما يفترقوش. لأن المسيح قال لنا وعرفنا، قال لنا في العالم سيكون إيه؟ لكم ضيق، ولكن في رجاء، في غلبة، في انتصار. ثقوا أنا قد غلبت العالم. في غلبة وانتصار، هننتصر. النصرة بتاعتنا حتى لو قتلونا لينا الأبدية، هي دي النصرة. النصرة بتاعتنا لينا ملكوت السماوات، دي النصرة بتاعتنا. عشان كده يقول لنا الكتاب بدقات كثيرة، مش بدقات قليلة، بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. في واحد يجي له الألم يفرح ويقول له يا رب أنت لسه فاكرني. ده في واحدة وكانت موجودة هنا في الكنيسة منذ فترة، يعني حوالي من 10-15 سنة، كانت دايما تقول لربنا أنت ناسيني ليه؟ أنت ناسيني ليه؟ ما أنا مش شايفة مرض معدي ولا أي حاجة فيا عشان تفتكرني. فجي ربنا اداها مرض السرطان. فرحت ان ربنا، وتقف تصلي تقول له انت لسه، انت في كده كده انت افتكرتني، انت كده افتكرتني، لانك اثرت لي هذا العالم الشرير، واثرت ايامي الغير مستحبه. اشكرك يا رب على هذا المرض. وعاشت كابنه للملكوت حتى تنيحت بسلام. علشان كده الالم مش غريب على المسيحيه، مش غريب. ده في كل عصر من العصور، في كل جيل من الأجيال، الألم ما زال موجودا، والشهادة والشهيد ما زالوا موجودين. عشان كده بنقول عن الكنيسة بتاعتنا أم الشهداء إيه؟ جميلة. أم الشهداء جميلة. من هنا أيها الأحباء المسيح ابتدى يعرفهم عن الضيقة العظيمة. المتأمل في إنجيل هذا الصباح بينقسم إلى 4 محاور. المحور الأول الاضطهاد الصريح، اضطهاد صريح. وقبل هذا كله يلقون عليكم أيديهم ويسجنوكم، ولو أدى الأمر كمان هيقتلوكم. ده الاضطهاد الصريح. النقطة الثانية عناية المسيح بأولاده. لو وقفتم عشان تتكلموا ما تفكروش هتقولوا إيه. لا تحتجوا بما تقولون، ولكن أعطيكم فما وحكمة لا يقدر معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. الثالث قسوة الاضطهاد، قسوة الاضطهاد وقسوة الآلام. من قسوة الاضطهاد إن الأب والأم يسلموا ابنهم. شوفوا القسوة، تسلمون من الوالدين والأقرباء والأصدقاء، تسلموا من الناس كلها عايزة تسلمكم وتموتكم. ادي قسوة الاضطهاد. النقطة الرابعة أيها الأحباء وعد المسيح. وعد المسيح لينا في وسط الضيقة العظيمة إن شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني، بصبركم تقتنون أنفسكم. دول 4 محاور بتوع إنجيل النهاردة.
فالمحور الأولاني هو الاضطهاد الصريح، مش اضطهاد مخفي، لا ده واضح وباين لكل الناس. باين ان المسيحيين بيتألموا وبيتعذبوا لدرجة الوالدين ممكن ينكروا إيمانهم، لكن الأبناء لا. فيعملوا إيه عشان ينجي نفسيهم؟ يحطوا ابنهم يلا قدام النار ويروحوا يبلغوا عنه إنه ده بيعبد المسيح. هذه القسوة بتاعت الاضطهاد، إن أنا الأقرب ما ليا هو اللي بيسلمني، أقرب ما ليا. ده الواحد لو معاه ابنه وتعب شوية صغيرة يبقى مش عارف يعمل له إيه، مش عارف يعمل له إيه. امال دول اللي بيسلموا اولادهم للذبح والقتل. قسوه. المولود اعمى اخر ما غلبوا معاه عملوا ايه؟ جابوا ابوه وامه، هو ده ابنكم؟ قالوا اه ابننا. ازاي فتح؟ قالوا ما نعرفش، هو كامل السن، اسالوه قولوا له هو يتكلم عن نفسه، احنا ما نعرفش حاجه. وهكذا ينطبق علينا قول الكتاب: ابي وامي تركاني اما الرب ايه؟ فقبلني. أبي وأمي تركوني وسابوني، بس الرب ما سابنيش، الرب معايا دايما. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. عشان كده بيقول البابا شنودة كلمة جميلة جدا جدا، ربنا ينيح نفسه: يعرف عن الله، يعرف كل معانيه. كل المعاني بتاعت الاضطهاد دي ربنا عارفها، يعرف كل معانيه ويعرف مما نعانيه. يعرف مما ايه؟ نعانيه في الاضطهاد، عارف كل حاجة. عشان كده مش ممكن ابدا يسيب ابنه بدون ما يديله القوة والصبر والاحتمال والرجاء في الأبدية. من هنا أيها الأحباء كانت قسوة الاضطهاد، إن اللي بيسلموا أولاد المسيح الأقارب. المحور الثاني عناية المسيح، عناية المسيح. بيقول لهم: شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط، أنا ههتم بيكم. لما تقفوا قدام ملوك وولاة ما تهتموش هتقولوا إيه، ما تهتموش هتحتجوا بإيه، لكن أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يستطيع أحد أن يناقضوها أو إيه يقاوموها. ده عمل المسيح معانا في الضيقات والآلام، لأنه فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. مش ممكن. ده يقول المزمور: في كل ضيقاتهم تضايق وملاك حضرته ايه؟ خلصهم. في كل ضيقاتهم تضايق. ربنا ما بيسيبناش. انا مش شايف ايدين ربنا الممدودة، انا مش شايف غير قوتي انا وقوة فلان اللي بيساعدني، لكن ايدين ربنا الممدودة الي برحمة غير محدودة. لكن عشان قلبي قاسي فمش شايف ايدين ربنا الممدودة ليا. عشان كده هعطيكم فمن وحكمة. فمن وحكمة يعني هجعل الروح القدوس بتاعي هو اللي يتكلم فيكم. لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي فيكم هو اللي هيتكلم، هو اللي هيقول. علشان كده أنت عليك الصبر والاحتمال، لأن من يصبر إلى المنتهى هذا إيه؟ هذا يخلص. من يصبر إلى المنتهى هذا يخلص. وهكذا تعامل المسيح مع أولاده في الضيقة العظيمة، في الضيقة العظيمة. فهو دايما معنا،
لا يتركنا. ده ما سابش دانيال قدام الأسود، ما سابوش، بعت ملاكه يعمل ايه؟ يسد أفواه الأسود. ما سابش الفتية في النار، ده كان في وسطيهم. فمش ممكن أبدا هيسيبني، حتى لو الأم سابت الرضيع ونسيت الرضيع، هو مش ممكن ايه ينسانا إطلاقا أبدا. عشان كده أيها الأحباء تذكروا ما جاء في المزمور صلاة الغروب: الذين يزرعون بالدموع يعملوا ايه بقى؟ يحصدون بالابتهاج. هتزرع بالدموع هتلاقي فيه. عشان كده محتاجين فعلا ان يكون لنا شوية صبر. صبر. اذا كان من غير الام مش قادرين نصبر، امال في الالام هنعمل ايه؟ محتاجين ان نصبر حتى نقتني الحياة الأبدية التي أعدها الله لمختاريه. وأقول مع الرسول بولس: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. لإلهنا كل مجد وكرامة وتسبيح وشكر إلى الأبد، آمين.